في قناه مواهب ثورات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد عن اسباب عدم رجوع الدركسيون في الملفات. طبعا عملت لكم فيديو قبل كده عن التويوتا كرولا اللي كانت العربيه لما بيجي ياخد ملف يمين او شمال الدركسيون ما بيردش، وقلت لكم ساعتها في الفيديو ده اللي المشكله دي كانت من البارة الداخلي. لو رجعتوا بالفيديو لورا كده هتتفرجوا على الفيديو، قلت لكم اللي البارة الداخليه صاحب العربيه كان عامل حادثه برضك وغير براد داخلي وبراد خارجي، وغير ساعتها مساعدين، وكان عامل عفشه كامله في العربيه. وفي الاخر الراجل ده انا كان مش عارف لا جاي لنا من اسيوط لا من منيا حاجه زي كده. وطبعا وريتكم ساعتها في الفيديو اللي الباره الداخليه كانت هي السبب، لان كانت الباره تخينه، الباره من عند البيضه نفسها تخينه. نفس القصه دي النهارده بردك معانا عربيه تويوتا، والعربيه دي فيها نفس المشكله بالظبط، ولكن جنب واحد بس مش جنبين. تعالى بقى قرب هنا كده زي ما انتم شايفين كده، دي البارات الدركسيون اللي متغيره اهي. زي ما انتم شايفين البارات لسه جديده، مغير بارات دركسيون تركي خارجي وداخلي. وانا قلت لكم قبل كده يا جماعه، لو انت حابب تغير بارات دركسيون او تياش مقص او بيض مقص، يبقى الافضل نوعين بس ما لهمش تالت، لا تجيب سي تي ار لا تجيب الثلاث خمسات. اي حاجه بقى تاني دي معموله تحت السلم. انا ما بعتمدش اي قطعه غيار بالذات في البيض المقص غير الثلاث خمسات والسي تي ار. وفي حاجه تانية، في حاجه ثالثه اسمها فراعنه برضك، دي حاجه محترمه جدا لسه نازله في السوق كويسه، واستخدمتها في اكتر من حاجه ولسه مش معروفه قوي، بس انا بقول لكم ايه عليها. هتلاقي العلبه بتاعتها علبه بيج كده مكتوب عليها فراعنه. تعالى هنا كده بصوا زي ما انتم شايفين دي الباره اهو. لو انا جيت بصوا يا جماعه دلوقتي انا بكسر اهو، كل ده بيخش بيخش معايا في الدركسيون. بصوا لو انا جيت عملت كده الدركسيون قافش. بصوا الدركسيون قافش. بص تعالى هنا كده، تعالى بص الدركسيون قافش اهو. ليه؟ لان الباره دي زي ما انتم شايفين الباره اهو. هجيب لكم حته شحم صغيره واحطها هنا علشان اوريكم الباره ذات نفسها بتتزنق ازاي. الشحم ده بصوا هيعلم ازاي. بصوا اهو، بصوا يا جماعه الشحم كله من لغايه هنا كده اهو. الشحم كله بصوا تاني، الشحم كله اتمسح. ليه؟ لان حديد في حديد الباره بتدقر فين؟ في الفرغه من جوه اهو. نفس القصه نفس القصه من كل التانية. تعالى بقى من الناحيه التانيه، لو انا دلوقتي حطيت مثلا حته شحم في الجنب التاني ده اهو، الشحم مش هيتفك من مكانه اهو. ليه؟ لان الباره ذات نفسها اهي بص سلسه الباره الشحم ما علمش. لو انا جيت كسرت كده اهو، لو انا دلوقتي جيت كسرت الاخر كده اهو الدركسيون، بص هنا دقر لما دي دخلت مكانها. كمان دي ده على الوش اهو. هنا بقى لو انا مثلا هنا بص صور هنا كده اهو، كده الباره الاخيره بتبات جوه الفرد هنا اهو. بص اول لما الباره دي بتبات هنا العلبه بتدقر اهو. بصوا العلبه بتدقر بكل قوتي. لو انا جيت شديت العلبه الباره قفشه في الفرغ. فدي نصيحه مني، لما تيجي تجيب قطعه غيار اتاكد من قطعه الغيار اللي انت بتجيبها دي كويسه ولا لا، عشان ما تدخلكش في قصه تاني، لانك انت بسبب العيب ده وبرضك العربيه دي عامله حادثه، فممكن كل اللي يجي يقول لك العيب فين؟ العيب في الفرغه في العلبه كلها، فانت تغير علبه بسبب عيب في تركيب او عيب في قطعه الغيار. شكرا لكم في قناه مواهب ثورات مع وليد حسين.